مساء الخير. أنا رينا من شركة يور هوم. النهاردة أنا بقدم لكم تاون فيلا كورنر في ماونتن فيو هاي بارك. في الحقيقة أنا ابتديت بالفيو لأنه فيو واقعي، مش حاجة متفبركة خالص، وحابة أصور من الواقع. أنا دلوقتي حوالين الفيلا بالظبط، قريبة من البرمونات، وعلى ليك زي ما احنا شايفين دي برمونات، ودي الفيو بتاعي مباشرة من الجاردن بتاعتي، وطبعا من الغرفة الأساسية الماستر يعني، ومن الروف. احنا دايما بنقول البيت الحلو بيبقى حلو حتى وهو مش متشطب، والنهارده معانا البيت او الفيلا مش متشطبه، معانا مباني 281 بالظبط، 281.44، لان مساحات التاون هاوسز بتختلف، يعني الميدل بيختلف عن الكورنر. فالمساحات تحديدا في مساله الشراء والبيع هنجيبها من العقد ونبعتها للمشتري. انا بس الفيو يهمني جدا، لان يهمني قوي اللي قاعد في الريسبشن شايف ايه، اللي قاعد في الجاردن شايف ايه، اللي بيفتح شباك غرفة النوم بتاعته شايف ايه. كل الحاجات دي تهمني جدا، وتهم اي مشتري مقبل على انه المسافة يغير اللي ما بين سكنه او الإيجار يعيش في سكن جديد بعيدة كفاية، وده مهم جدا عامل يا جماعة في البيوت. وما شاء الله التاون فيلا اللي معايا دلوقتي مسافه بيني وبين الجار محترمه، يعني سواء من الجنب عشان هو الكورنر في ممر، وبعد كده جاردن بتاعه الجار، وبعد كده بيت الجار. ومن الامام زي ما احنا شايفين الفيو، مسافه بيني وبين الجار بعيده جدا، فانا قاعده في الجاردن براحتي خالص. ومن الخلف ما شاء الله برضو نفس الموضوع، مكان للباركينج، وبعد كده شارع تويز، وبعدين الجار. فانا عندي المسافات ممتازه بصراحه. انا فعلا معجبه بالفيو جدا، فيمكن جايبه اكتر من مره. بس احنا دلوقتي هنعدي الباساج بتاع الجاردن بتاعتنا ونشوف الجاردن مساحتها ازاي. معايا الفيلا متعدله، كانت 3 غرف وليفنج، احنا عملناها 3 غرف ماستر. يعني هي كان في واحده بس ماستر الغرفه الاساسيه، لا احنا عملنا ال3 ماستر، كل غرفه بحمام، وطبعا الدواليب بالذات في الغرفتين التانيين بيتعملوا بلتقان يعني. انا هنا في اتجاه ان انا ركنت العربيه خلاص وداخله بيتي، بس قلت قبل ما ادخل البيت تعالوا نشوف المسافه ما بين بيتي وما بين البرمانات بالظبط، هي الخطوه بتاعت رجلي بالظبط. فانا حتى ما عملتش اي فبركه او تعديل في الفيديو عشان تبقى كل حاجه واضحه بشكل حقيقي يعني. بصوا المسافه قد ايه. الفيو ده انا عندي من غرف النوم التانية، انا عندي التاون هاوس ده هو دبل فيو. بصوا المنظر قد ايه جميل، المساحات الخضراء واسعة ما شاء الله، الصيانة جميلة بصراحة. بصوا المساحة، شايفين كل ما ليه بتكلم في المساحة؟ عشان دي مساحة قدام بيتي، فانا يهمني ان انا اشوفها. ده الجزء التاني من البرمونات. البرمونات دي احنا قلنا ان تحتيها محلات، او اسفل البريدج الموجود ده في محلات كلها بتكون موجودة، وبتبدأ منها بالفعل جزء يشتغل، وانا شفته النهارده برضه. هرجع تاني اروح عند البيت، وهي نفس المسافة اللي انا وريتها لكم من شوية. اللي عارف التفاصيل دي ممكن يقدم الفيديو، يعني مفيش مشكلة خالص. الأسعار يا جماعة موجودة على الويب سايت www.yourhome-eg.net. انا كده خلاص داخله البيت، هنشوف بقى البيت عامل ازاي. بصوا مساحه الريسبشن اول ما بندخل، بجد ما شاء الله. يعني يمكن الكاميرا مش جايبه من ناحيه المخرج اللي بيخرج على الجاردن. ده مكان المطبخ، ودلوقتي هعمله بطريقه عكسيه. ده حمام الضيوف، واحنا مش محتاجين في حمام الضيوف اكتر من تويليت وحوض.
وده الريسبشن. انا بمشي واحده واحده علشان اوري كل يعني الناس كلها كل حاجه على الطبيعي، ان في ناس عايشه بره مصر مش عايشه في مصر، فبيحبوا يشوفوا كل حاجه من الواقع. فممكن يبقى الفيديو طويل شويه، معلش، مش عشان الناس اللي مقيمه في مصر، عشان الناس اللي بره مصر. ده الريسبشن من اتجاه معاكس. نطلع بقى الدور الاول. احنا معانا طبعا التاون فيلا 3 ادوار، ارضي اول روف. اول ما بطلع بيقابلني الغرفه الماستر، حصل فيها تعديل ممتاز. على فكره التعديل ده بيتعمل بمبالغ. بصوا ما شاء الله المساحه قد ايه. ده دراسينج، وفي تهويه، ده مهم طبعا. وده حمام وفي تهويه. هوريكم دلوقتي مكان الشاور هيكون فين. ايوه انا بشاور عليه اهو، ده كده مكان الشاور. والباقي ده الغرفة، السرير و2 كما، وجزء كمان من الحيطة او ضلع من الحيطة هيكون دواليب بالتا ان دراسينج برضو. بصوا بقى الفيو، شوفوا بقى الطبيعة والجمال ما شاء الله. يعني فعلا يا رب اللي ياخد البيت ده يتهنى بيه بإذن الله. ما شاء الله فعلا. يعني احنا كده هنخرج من الغرفة الماستر، هنلاقي ان في مكان للكيتشنات، عشان برضو الإقامة في الدور الأول تبقى سهلة على المالك يعني. وهنلاقي غرفتين، كل غرفة بحمام، وطبعا في ضلع بنستعمله من الحيطان للدراسنج. دي تاني غرفة معانا، ما شاء الله مساحتها كويسة جدا. بصوا انا هنا بوريكم المسافة بيني وبين الجار، شايفين؟ انا عارفة ان الفيديو متصور بدقة شديدة وقد يكون طويل، بس صدقوني الحاجات دي بتهم كل الناس اللي فعلا مقبلة على السكن. بصوا ادي عندي دراسنج، شايفين دراسنج؟ وده التويلت. فانا عندي غرفة تانية ماستر بحمام ودراسنج. وبعدين هدخل على الغرفة الثالثة. انا كده دخلت على الغرفة الثالثة، عندي اهو ده حمام، وسعت هنا الغرفة، وعندي ضلع بستعمله للدريسنج. تعالوا بقى كمان نشوف الإطلالة من الغرفة الثالثة عاملة ازاي. هي نفس الإطلالة اللي احنا صورناها من تحت. بصوا ما شاء الله، شايفين المسافة بيني وبين الجار بعيدة جدا. ده مهم والله، مهم جدا في البيوت. انا بصراحة معجبة جدا بالمناظر الطبيعية، ويمكن عشان كده بكررها كتير يعني، هي تستاهل. هنطلع الدور بقى التالت، هيكون عندنا غرفة معيشة في الدور الثالث. على فكرة التاون هاوس ده ممكن يتركب له اسانسير يا جماعة، وده بيتوافق عليه من الإدارة الهندسية. بصوا دي غرفة المعيشة معانا. أنا بجيب السقف عشان أنا عندي الأسقف كلها فلاك سلاب، فبرضو الناس تبقى عارفة الدنيا عاملة ازاي. بعتذر عن التكسير في الأرض، بس احنا بنعلي هنا الروف شوية. ليه؟ علشان نكون شايفين الفيو بشكل أوضح، فاهميني؟ يعني احنا بنعلي أرضية الروف عشان نكون شايفين الفيو اللي قدام حضراتكم ده. في إمكانية التشطيب على فكرة، بس طبعا بسعر مختلف. الدفع يا جماعة كاش، اسلام فوري. انا عندي هنا 2 حمام سباحة يمين وشمال، قريبين جدا من التاون فيلا، عشان اللي مش عايز يستغل جزء من الجاردن ويعمل حمام سباحة، ده فعليا موجود. هنروح للجزء التاني اللي موجود في الروف. ده حمام، وبعدين هنشوف الإطلالة اللي احنا شفناها من 3 غرفة في الدور الأول.
طيب اللي عايز يعرف السعر هيعمل يعني في اكتر من وسيله. اللي هياخد الفيديو يبعته واتساب هنرد عليه بالسعر، او ان هو اسكرينا على 031 او ان هو هيدخل على الويب سايت www.yourhome-eg.net. رينا سليمان، شركة سيرهم عقارات وبس. اشوفكم قريب. باي باي.